عايز تعرف ازاي تبقى شخص ناجح وتغير حياتك 180 درجة، فضروري انك تشوف الفيديو ده. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن عادة مشتركة بين كل الناجحين، وهي عادة تدوين اليوميات او الجورنالينج. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان نوصل لل 200 مشترك. وبالمناسبه لما نوصل لل 200 مشترك هيبقى في مفاجاه كويسه جدا لكل الناس اللي عندهم قنوات صغيره او لسه بادئين قنوات على اليوتيوب. وما تنساش تعمل لايك وشير عشان المحتوى المفيد ينتشر. ولو انت عايزني اعمل مونتاج لفيديوهاتك فهتلاقي لينك الانستجرام بتاعي تحت، ممكن ان انت تكلمني عليه. وكمان هتلاقي لينك قناه الواتساب بتاعتي تحت في الديسكريبشن بوكس. وبس كده، يلا نبدا في الفيديو. قبل ما نتكلم في اي حاجه لازم نعرف ايه هي كتابه اليوميات او الجورنالينج. كتابه اليوميات هي عمليه بتكتب فيها الحاجات اللي حصلت في يومك، سواء كانت كويسه وحشه، ايا كان اللي حصل في يومك فانت بتكتبه. طب ايه الحاجات اللي انا ممكن اكتبها في يومياتي؟ يعني اكتب يومي كله ولا اكتب ايه؟ بص، في الاول لو انت لسه بادئ حاول ان انت تجيب نوت بوك فيها اسئله جاهزه ان انت تجاوب عليها، وبكده انت تكون عملت جورنالينج، وهتبقى مناسبه جدا ليك لو انت لسه بادئ جورنالينج. يعني مثلا من بعض الاسئله اللي بتكون مكتوبه في النوت بوكس دي هي ايه الحاجات الكويسه اللي انت عملتها النهارده، ايه هي الحاجات الغلط اللي انت عملتها النهارده ومش عايز تكررها تاني. ولو انت عايز تكتب من غير اي حاجه، يعني من غير نوت بوكس جاهزه او حاجات زي دي، فممكن ان انت تكتب الحاجات اللي بسطتك النهارده او اي حدث مميز حصل لك النهارده. وكمان ودي اهم حته، لازم ان انت تكتب الحاجات اللي ضايقتك النهارده، وركز في الحته دي قوي لانها هنرجع لها كمان شويه في الفيديو. او ممكن حتى ان انت تكتب اهدافك او الحاجات اللي انت عايز تعملها بكره. طب ايه هي الفايده اللي انا ممكن اخدها لما اكتب يومياتي؟ اول حاجه تحصل لك بعد لما تعمل جورنالينج وهي ان قلقك او خوفك هيقلوا. يعني لما في حاجه مضايقاك وانت حاططها في دماغك، لما تيجي بقى تكتبها على الورق فكانك شلتها وحطيتها على الورقه، ودي حاجه بتحسسك بالراحه جدا. تاني حاجه هتحصل لك وهي ان مهاره الكتابه عندك هتتطور، لانك بتركز على ازاي ان انت تصيغ الكلام بشكل يكون بسيط وسهل. غير كده ان ابداعك وتركيزك هيزيدوا، وحاجات تانية كتير قوي هتزيد او هتتحسن في حياتك. اول حاجه واهم حاجه لازم ان انت تعملها وهي انك تخلي الاجنده او النوت بوك اللي انت بتكتب عليها تكون جنبك دايما في كل الاوقات، عشان لما تجيلك فكره او حاجه عايز تكتبها على طول وما تنساش. ودي برضو من الحاجات اللي هتخلي التدوين عندك من العادات المستمره، لانك حرفيا طول الوقت شايف ان الاجنده او النوت بوك دي جنبك وهتبقى قدام عينك دايما. فكل لما هي بتبقى قدام عينك فانت بتفتكر ان انت المفروض ان انت تعمل الحاجه دي. وده برضو لازم تعمله في كل حياتك. يعني مثلا لو انت مش بتشرب ميه كتير، حاول ان انت تحط ازايز ميه في البيت عشان لما تيجي تشوف ازاز ميه تشرب على طول، وده برضو هيكون عندك العاده دي. والاسلوب ده من افضل الاساليب اللي انت ممكن تثبت بيها عاده معينه في يومك. ولو انت مش عايز تكتب بورقه وقلم وعايز تكتب على تطبيق ديجيتال، فممكن انت تكتب على نوشن او على جوجل كيب. تاني حاجه وهي انك تخصص وقت لكتابه اليوميات بتاعتك. يعني مثلا ان انت قبل ما تنام تبرمج عقلك ان انت قبل ما تنام مثلا الساعه 11 او الساعه 12 تبدا ان انت تكتب يومياتك وانت على السرير. ودي برضو من الاساليب المهمه جدا 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 بعد ان انت تحط الحاجه قدامك. وكمان لما تيجي تكتب ما تحطش في دماغك عدد الصفحات اللي انت هتكتبها او الخط اللي انت هتكتب بيه، لان في الاول وفي الاخر الحاجات دي انت الوحيد اللي هتقراها. يعني لما تيجي تكتب اكتب وخلاص، ولما تكون زهقت او تكون حاسس ان كده خلاص فاقفل الكراسه. ده برضو في الاول وفي الاخر اختيارك، ومش لازم ان خطك يكون بخط الرقعه خالص، انت تكتب باي خط انت عايزه. يعني انا لو فتحت النوت بوك اللي انا كاتب فيها حاجاتي، يعني الخط ما يتقراش، يعني انا الوحيد اللي ممكن اقراه، وساعات انا مش بفهم خطي. فمش لازم ان انت تكتب بخط جميل او ان انت تكتب في عدد صفحات معينه، لا تماما، انت تكتب عدد الصفحات اللي انت عايزه، ومش لازم ان هو يبقى بعدد صفحات معينه. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش انك تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، وكمان هتلاقي لينك الانستجرام والواتساب بتاعي تحت، ما تنساش انك تعمل لي فولو. وبس كده، سلام.